عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا عايز اتكلم معاكم كده في موضوع مهم خالص، وهو احنا ليه ما بقيناش مستمرين على موضوع المقاطعة لغاية دلوقتي؟ بقينا خلاص بنرجع واحدة واحدة نتعامل تاني ونشتري نفس المنتجات تاني. انا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو من الفيديوهات، بعد ما اتكلمنا على ان احنا هنقاطع، قلت طب احنا ليه اصلا كنا من الاول بنشتري المنتجات دي واحنا عارفين ان هي اصلا منتجات امريكيه، او منتجات بتدعم اليهود، او منتجات اصلا يهوديه او اسرائيليه يعني. تمام. فاحنا اتحولنا ان احنا شعوب مستهلكه، وتحولنا كمان ان احنا بقينا معتمدين عليهم ومتابعين ليهم، فهم كده بيضرونا اكتر من ضرر. بيضرونا ان احنا ما بقيناش ننتج احنا اصلا ومعتمدين عليهم هم وبس، وبيضرونا ان احنا اصلا سلبيين، ان احنا بندعم شركات بتضرنا. تمام كده، واحنا مش واخدين بالنا من ده، وبنستهلك وخلاص. وهم بيتقدموا على حسابنا، بيتقدموا اقتصاديا وعلميا كمان على حسابنا. طب هو احنا ليه نفضل يعني تابعين ليهم؟ ليه نفضل مسيطر علينا اهوائنا الشخصيه او شهواتنا الشخصيه، او انا اسف بقى في اللفظ كرشنا؟ تمام. على حساب نفسنا اصلا وعلى حساب اخواتنا. تمام. احنا اتضرينا كتير وما زلنا بنتضر على اساس ان احنا فعلا سلبيين. احنا سلبيين جدا. ليه نفضل سلبيين؟ ليه نفضل ما بنبصش لنفسنا وما بنبصش لمصلحتنا؟ ويعني ليه نفضل نبص ان احنا بنعمل وخلاص من غير ما نشوف ايه اللي بنعمله ده هيعود علينا بضرر ولا بنفع، ولا هيضر غيرنا ولا مش هيضره؟ في ناس تانية بتيجي تقول وجهة نظر، وانا شايف عن نفسي وجهة نظري انا بقى الشخصية ان هما بيحللوها وخلاص. تمام. اللي هو ايه؟ اصل في شركات في مصر، ما هي يعني اللي بيشتغلوا فيها عمالة مصرية وإدارة مصرية والكلام ده كله. طب ما الشركات دي احنا لو ما اشتريناش منها، العمال دول هيروحوا فين؟ هو مش صح ومش غلط يعني. هو ما بني على باطل فهو باطل. بمعنى انا دلوقتي اصلا ارتضيت من الاول ان انا اشتغل في مكان زي ده. تمام. يبقى انا قدامي حل من الاتنين. دي وجهة نظري انا، مش دعوه بغيري. ان انا اقف علشان اصحح وضع اصلا غلط من الاساس، تمام، وادور على غيره، او ان انا استمر بس هفضل من وجهة نظري تابع. هفضل مش عايز اقول لفظ يكون مش حلو، بس هفضل منكسر وخاضع لحاجات كتير غلط. تمام. فاللي هو طب واحنا ليه نعمل في نفسنا كده؟ في شركات طلعت خلاص، وفي شركات يعني بتطلع يمكن عندها ديفوهات بسيطة، بس لما تستمر اصلا اكيد هتطور وتعالج الديفوهات دي. الحاجة التانية ان احنا ندعم منتج بلدنا اصلا. تمام. الحاجة اللي بعدها ان احنا على الاقل نبقى عندنا كرامة. احنا يا جماعة ليه ما عندناش الكرامة دي؟ تمام. اللي هو احنا ليه راضيين على نفسنا وكرامتنا ان احنا نبقى تابعين، وان احنا نبقى مذلولين، وان احنا نبقى خاضعين قوي كده؟ ولمصلحة مين؟ مش هنتدخل في سياسة. احنا دلوقتي ما لناش دعوة بالسياسة قد ما احنا لينا دعوة بوضعنا احنا. ليه؟ احنا ما بنبصش غير تحت رجلينا بس. عايشني النهارده وموتني بكره. لا، مش كده. زي ما انت نفسك في وضعك يبقى يتصلح حاله، وتبقى في وضع اقتصادي افضل، وتبقى في وضع معيشي احسن، وضع اجتماعي. ما هو احنا اللي عاملين في نفسنا كده. تمام. احنا اللي ضيعنا اصلا نفسنا وضيعنا كرامتنا بالحاجات اللي ممكن نكون شايفينها بسيطة زي دي. تمام. لكن لو فكرنا بعمق اكبر هنلاقينا لا، احنا فعلا لو وقفنا وقفة صح هنعمل حاجة كويسة جدا لنفسنا ولبلدنا ولكرامتنا. اهم حاجة. تمام. فاللي هو يا ريت نرجع تاني نقاطع المنتجات دي ونقاطع الشركات دي، وندور على البدائل اللي احنا نعملها لنفسنا. ندور على الشباب ونشجعهم ينتجوا، وندعمهم ينتجوا. وفي افكار كتير جدا ان شاء الله هعملها في الفيديوهات اللي جايه، ان احنا ازاي نعمل ده وندعم ده. ودي افكار وجهة نظر يعني، نفتح مجال للمناقشه فيها، مفيش مشكله. نتناقش وندعم ونبقى ايجابيين اكتر. تمام. احسن ما ان احنا نبقى خاضعين وكرامتنا ضايعه، وعلى الاقل ماشيين زي انا اسف القطيع. فاللي هو لا، نفكر افضل، نحسن وضعنا اكتر من كده. ما نبقى سلبيين، وفي نفس الوقت ندعم اخواتنا التانيين. هنبقى بحال افضل من كده بكتير خالص. تمام. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده في الفيديو ده، بس استنوني بقى في الفيديوهات اللي جايه علشان هنقدم افكار
او هقدم لكم ان شاء الله افكار. هنقول على حاجات كتير جدا ممكن نعملها بدايل. تمام. هنقول على موضوعات مختلفة، وان شاء الله في الفترة اللي جاية هقدم في القناة موضوعات ان شاء الله تكون مختلفة، ويا رب يا رب تعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. نفسي يبقى في مشاركة في التعليقات، و نتقابل بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ومع الف سلامة.